تخيل معايا كده إنك تغلط غلطة واحدة وبس، تحس بعدها إن كل حاجة ضاعت. تحس إنك وقعت من نظر نفسك قبل ما تقع من نظر الناس. طب لو قلتلك إن أول إنسان خلقه ربنا وقع في نفس الإحساس ده، حس بالندم والخوف والوحدة والوجع، وإن قصته هي أقرب قصة لقصتنا كلنا. أنا إيمان هاشم، وده بودكاست بين السطور. حلقة النهاردة مختلفة لأننا مش بنتكلم عن نبي بس، إحنا بنتكلم عن أول إنسان حس بالذنب، أول قلب اتوجع، أول نفس بشرية قالت أنا غلطت. حلقة النهاردة عن الإنسان قبل ما يكون عن النبي، عن سيدنا آدم عليه السلام، وعنا إحنا. في رمضان القلب بيبقى أهدى، النفس بتلين، وكل واحد فينا بيبقى عنده لحظة كده قبل النوم بيسأل نفسه: أنا عملت إيه في حياتي؟ غلطت قد إيه؟ وهل ربنا ممكن يسامحني؟ كلنا جوانا إحساس صغير مستخبي إننا مش كاملين، إننا وقعنا كتير، وإن في غلطة معينة لسه وجعها جوانا لحد النهاردة. يمكن غلطة في حق حد، يمكن قرار غلط، يمكن لحظة ضعف، يمكن كلمة كسرت قلب حد وإحنا مش واخدين بالنا، ويمكن أكتر حاجة بتوجع إننا بنفضل فاكرين الغلطة وربنا غفرها. خليني أبدأ من اللحظة اللي القلب كان فيها مكسور. إنسان قاعد لوحده، حاسس بثقل في صدره، حاسس إنه السبب في خروجه من النعيم، حاسس إنه غلط وغلطته كانت كبيرة، مش عارف يعمل إيه ولا يقول إيه ولا يواجه نفسه إزاي. الإحساس ده إحنا كلنا عارفينه، إحنا كلنا مرينا بيه. الإحساس اللي بيجي بعد أي غلطة، إحساس بالندم. دي كانت أول مرة الإنسان يحس بالإحساس ده، وأول إنسان حس بيه كان سيدنا آدم عليه السلام. آدم ما كانش شيطان، ما كانش متمرد، ما كانش عايز يعصي، هو كان بشر، نفسه ضعفت، استسلم للحظة وغلط. ودي أول رسالة في القصة دي، إنك تبقى بشر يعني تغلط. مش معنى إنك تغلط إنك شخص سيء، مش معنى إنك وقعت إن نهايتك وقعت. إحنا ساعات بنجلد نفسنا بطريقة قاسية جدا، غلطة واحدة بس، ونفضل سنين نقول لنفسنا أنا وحش، أنا مستاهلش، أنا ضيعت كل حاجة. مع إن أول إنسان وقع. في فرق كبير بين واحد بيغلط وواحد مش فارق معاه حاجة، وواحد بيغلط وقلبه بيتقطع. أصعب إحساس في الدنيا إنك تزعل من نفسك، إنك تقول أنا اللي عملت كده في نفسي، أنا اللي ضيعت الفرصة، أنا اللي أذيت نفسي. الإحساس ده بيوجع، بس هو في الحقيقة علامة حياة، لأن القلب اللي بيتألم بعد الغلط ده قلب لسه فيه خير. قد إيه في ناس عايشة لحد دلوقتي جوه سجن غلطة قديمة، واحدة ضيعت فرصة كويسة، واحد ظلم حد، واحد اختار اختيار غلط، واحدة وثقت في حد غلط، واحد بعد عن ربنا سنين، ويفضلوا يقولوا أنا خلاص فاتني كتير، أنا ما ينفعش أرجع، أنا ضيعت كل حاجة. بس الحقيقة إن أول قصة في تاريخ البشرية بدأت بغلطة، وما كملتش بالغلط، كملت بالتوبة. أصعب لحظة في حياة أي إنسان مش لحظة الغلط، لحظة الاعتراف، إنك تبص لنفسك وتقول أنا السبب، مش الظروف، مش الناس، مش الدنيا، أنا أنا بس. اللحظة دي بتبقى موجعة، بس هي اللحظة اللي بيتولد فيها إنسان جديد، لأن طول ما أنت شايف نفسك ضحية عمرك ما هتتغير. لكن أول ما بتقول أنا غلطت،
ساعتها بتبدأ أول خطوة للرجوع. تخيل الإحساس ده، خوف، قلق، حيرة، وإحساس إنك خسرت مكانك. الإحساس ده بنحسه كلنا لما بنغلط، بنخاف من ربنا ما يقبلناش، نخاف إننا بقينا أقل، نخاف إننا ما نعرفش نرجع تاني. بس القصة دي بتقول لينا حاجة تانية خالص، إن الخوف ده بداية الرحمة. سيدنا آدم ما كانش ملاك، وما كانش مفروض يكون ملاك، هو كان بشر زيه وزيك بالظبط، بيغلط، بيتأثر، بيندم، وبيرجع. وده اللي مخلي القصة قريبة مننا جدا. ربنا ما خلقناش عشان نكون كاملين، خلقنا عشان نقع ونقوم، نغلط ونتعلم، نضعف ونرجع أقوى. في معنى جميل جدا في القصة دي، إن ربنا كان عارف إن الإنسان هيغلط وبرضه خلقه. كأن الرسالة كده، أنا عارف ضعفك ومع ذلك اخترتك. إحساس دافئ جدا إن ربك بيحبك، وإن خلقك وهو عارف إن أنت ممكن تغلط وتتوب، وهو مستنيك لحظة التوبة، إنك تبقى معروف بكل ضعفك ومحبوب برضه. يمكن دي أكتر فكرة مريحة في رمضان، إنك مش محتاج تبقى مثالي عشان ترجع، إنت محتاج تبقى صادق بس. كم مرة حسيت إنك وقعت ومش عارف ترجع تاني؟ كم مرة قلت لنفسك أنا خلاص كده باظت مني الدنيا؟ لكن لو بصينا للقصة بعمق، هنلاقي إن أول بداية في تاريخ الإنسان كانت بعد غلطة، مش قبلها. يعني ممكن جدا أجمل بداية في حياتك تيجي بعد أكبر غلطة. خليني أسألك سؤال صريح، إيه الغلطة اللي لسه شايلها جواك؟ إيه الذنب اللي مش عارف تسامح نفسك عليه؟ الحاجة اللي حاسس إنها كسرتك؟ تخيل كده معايا إنك مش أول واحد يغلط، وإنك مش آخر واحد يرجع. قصة سيدنا آدم بتعلمنا 3 حاجات: إن الغلط جزء من إنك بشر، إن الندم علامة إن قلبك لسه حي، وإن الرجوع دايما ممكن مهما حصل. وقبل الأذان والدعوات اللي بينك وبين ربنا تبقى أقرب من أي وقت، عايزاك تاخد نفس عميق النهاردة وتسأل نفسك سؤال واحد بس: الحاجة اللي نفسك تبدأ فيها من جديد؟ رمضان مش جاي عشان الصيام وبس، رمضان جاي يقولك لسه في وقت، لسه في فرصة، لسه الباب مفتوح، ولسه التوبة موجودة. يمكن تكون شايل ذنب بقالك سنين، يمكن تكون زعلان من نفسك، يمكن تكون حاسس إنك اتأخرت، بس افتكر إن أول إنسان بدأ حياته بعد غلطة، وإن أول بداية حقيقية كانت بعد الندم. ومع أول أذان مغرب في رمضان مش بس بنفطر، إحنا بنبتدي بداية جديدة. سيب اللي فات يعدي، وخلي الدعوة اللي بينك وبين ربنا النهاردة تبقى بداية مختلفة. رمضان كريم عليكم، ويا رب دايما قلوبكم تكون مطمئنة. كنتم مع إيمان هاشم في بودكاست بين السطور. رمضان كريم عليكم، وكل سنة وقلوبكم أقرب وأهدى وأقرب لربنا من أي وقت فات. أشوفكم على خير إن شاء الله.